بصوا يا جماعه، ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم عايز اصور لكم النهارده الغيه بتاعت الحاجه اللي هي علمتني تربيه الحمام وحببتني في تربيه الحمام. بس قبل ما نشوف موضوع الحمام فرجكم المنظر العام هنا. بسم الله ما شاء الله. بص المنظر العام هنا عامل ازاي. يعني البلكونه بتاعت البيت بص بتفتح في حوالي 20-30 فدان. بص المنظر بسم الله ما شاء الله، يعني تحس ان انت قاعد في هولندا هنا. بص البيت، يعني انا مولود هنا في قريه تبع محافظه البحيره، والواحد عاش حوالي 25 سنه، ولكن رحنا انا واخويا في اسكندريه، بحيث يعني اكل عيشنا هناك وشغلنا هناك، ولكن بنيجي هنا البلد يعني بنيجي في الاعياد وفي المواسم ونزور الحج والحج. بسم الله ما شاء الله. هنا بص تبقى مش عايز تروح، الهواء فاضل شويه ويطيرك من فوق السطوح. يعني احنا بيتنا 5 ادوار، تحس ان هنا 5 ادوار كده انت عندك ناطحه سحاب هنا. بص شايف الدنيا كلها اهي. بس تخيل ان انت تفتح المنظر العام عندك، تشوف المنظر الفيو هنا عامل ازاي. بالنسبه لاسكندريه، اسكندريه جميله بس خط البحر بس، غير كده يعني لو انت مش قاعد على البحر يبقى انت كده الفيو بتاعك ايه بيفتح على حمام ام اشرف. ولكن هنا بسم الله ما شاء الله. بص الارض هنا مزروعه برسيم، والارض الثانيه مزروعه غله. شوف الارض والهواء بسم الله ما شاء الله نقي، ولا زحمه ولا تكاتك ولا دوشه ولا عربيات. يعني حتى بسم الله ما شاء الله. بص الطريق بتاعهم هنا، الطريق بتاعهم ده كل 6 شهور على ما تعدي عربيه. بص دوشه ولا زحمه ولا بتاع. حتى انا الركنه، بص الحاجه اللي تضحكك، انا واخويا راكنين عربياتنا ازاي، مرعوبين من الركنه في اسكندريه. ليه بقى؟ في اسكندريه اتعودنا ان احنا نركن صف واحد عشان العربيات ما تتكلبش، وراكنين ورا بعض ازاي. يعني برضو ايه الرعب اللي احنا اترعبناه هناك جينا هنا، ومع ان هنا الدنيا فاضيه بص يمكن في اي حته تعجبك، ولكن الخوف من المرور وما ادراك خلانا برضو يعمل لنا رعب هنا. ومع ان هنا انت لو سبت مفتاح العربيه، سبت المفتاح في العربيه ولا الهوا، الدنيا هنا امان، والناس هنا بصراحه 10 على 10. ولكن ايه الخوف ان انت تركن صف تاني والعربيه تتكلبش مسيطر علينا. بص بقى المنظر بسم الله ما شاء الله. يعني البيت، واجهه البيت، خد من هنا اهي، من اول هنا واجهه البيت اهي بسم الله ما شاء الله. بص الارض ارض على قد عينك ما تجيب ارض زراعيه، اللي زارع خضار بقى، واللي زارع برسيم، واللي زارع غله، واللي زارع ذره. بص الارض بسم الله ما شاء الله. الناس هنا رايقه. بص حتى بيت عمي، البيت اهو ده، هم قاعدين في البيت ده، واللي ورا دي لا مؤاخذه الزريب. يعني البهايم لها بيت والناس لها بيت، يابو شقه ايجار. اللي ايه الجماعه بتوع المدينه اللي هم لسانهم طويل، يعني مش كلهم، الناس اللي لسانه طويل قول له بص احنا مقعدين البهايم في بيت وقاعدين احنا ببيت اهو. مفيش حاجه هنا اسمها ايجار ولا شقه ايجار ولا بتاع، كل واحد في بيته، كل واحد ليه بيت خاص بيه. والله ادي الفلاحين يا عم اللي بيعيبوا عليهم. احنا بنيجي هنا في الاعياد والمواسم، والله الواحد ما بيبقاش عايز يروح، الواحد ما بيبقاش عايز يروح، ولكن اكل العيش هو اللي بيخليك تسيب مكانك وتقعد في مكان تاني. يعني الواحد عاش من حياته حوالي 25 سنه في المكان ده، اتولد هنا وعاش هنا وعامل صحبه هنا، ولكن لابد بنيجوا هنا عند الحج والحجه في الاعياد والمواسم، الواحد ما بيبقاش عايز يروح. برضه انا عايز اصور لك نفسي عشان ما تقولش لا ده مركب الصوت على الصوره ولا حاجه. الجماعه اللي ايه، الجماعه المتعبين والشكاكين اللي بيقول لك ايه ده ممكن يكون الصوره دي هو مركب على الصوت. اهو يا معلمي اهي الطلعه البهيه بتاعتي اهي، ورا الارض الزراعيه، ورا الايه المنظر العام. بص الناس بسم الله ما شاء الله، والله هنا منظرهم على مرايقه واكل طبيعي وعيشه طبيعيه. وهو انت هيسحب على صدرك تطلع هوا نقي. بص يا معلمي تعالى بقى ايه اوريك ايه موضوعنا اللي احنا جايين على اساسه، اللي هو موضوع الحمام. تعالى كده السطوح بتاعنا اهو. قال ده الحاجه مربيه وز وفراخ. يا عيني عليك يا ام طاهر، يا عيني عليك. وز بقى من خير الطبيعه، ان شاء الله تاكل وزه زي ديت تقعد اسبوع ما انتش عايز تاكل اكل تاني. تعالى بقى اوريك الغيه بتاعت الحاجه بسم الله ما شاء الله. بص يعني حسين الجسمي بيقول لك امي علمتني الاصول، وانا بقول لك امي علمتني الحمام. ادي الغيه بتاعتها، الباب بتاعها سلك اهو عشان يهوي ويخلي الحمام كويس. تعالى افتح معايا كده بسم الله. بص يا عم الحمام، شوف الغيه عاملاها ازاي بقى. العيون البدائيه عاملاها بعيون، عاملاها بصفايح، ولكن الصفايح بتعمل رطوبه
وفي السقعه، وبتعمل في الحر درجه حراره عاليه. هي عاملاها ازاي بقى الحاجه؟ عاملاها بالطين. الطين ده بتاع الارض اهو. لما بتحط على الاقفاص البلاستيك دي او الصفايح، الصفايح الصاج دي، بتحط عليها الطينه بتاعت الارض دي، بتعمل سبحان الله حاجه طبيعيه. يعني بتعمل عازل طبيعي في الصيف تلاقيها مرطبه على الحمام، وفي الشتاء تلاقيها ايه مدفيه الحمام. بص بسم الله ما شاء الله، عين بلاستيك اهي، عين ايدي خشب. بص، والحمام بقى الحمام اللي هو ايه الفلاحي بتاع زمان اهو، حمام فلاحي، حمام تقايل يعني، بس بسم الله ما شاء الله والله الحمام جميل وصحته حلوه، حمام تقايل فلاحي. بس شوف شكل، انا بس اللي محببني في الموضوع العيون. بصوا العيون دافيه ومظبطه على الحمام، والعيون رايقه خالص، الحمام مرتاح واخد راحته. هي الحاجه كان عندها حمام كتير عن كده يعني، كان عندها ايام انا ما كنت صغير، كنت انا اللي بطلع اكل الحمام ده، كان عندها عدد كبير، بس هي يعني كبرت في السن بقى ربنا يديها الصحه، فما عندهاش الا شويه صغيرين عشان تقدر ايه تراعيهم. تعالى معايا بقى، بص عامله ايه اهو. بص دي فتحه شباك اهي، فتحه شباك تهوي على الحمام، وفي نفس الوقت ادي الباب برضو يهوي على الحمام. تحس انا قاعد هنا والله لا تشم ريحه ولا تشم حاجه. تعالى برضو فرشه ايه، فرشه تحت قشه اهو، فرشه قش للحمام، وتلاقي المكان حتى ايه تقعد تستريح فيه، وتلاقي العيون. بص ايه دي والله ما انا عارف، هي عين معموله على فكره، دي العيون بتاعت زمان خالص، ده عين معموله من الخوص دي ولا ايه مش عارف، هي عين معموله من الخوص. اهي بص العيون وتربيه الحمام. هي الحاجه اللي حببتني في تربيه الحمام، وخلت زرعت عندي الهوايه بتاعه تربيه الحمام. انا بوريكم بس للناس البدائيه وبتعرف تربي وبتطلع حمام كويس، وسبحان الله حمامها يعني ما بيعياش ولا امراض ولا بتاع. تعالى بقى ايه، يقابلك ذكر بط يسلم عليك. ازيك يا اشرف، عامل ايه؟ اشرف واخوه. يقابلك بقى ديوك بلدي، يقابلك وز. ادي البحيره. الناس اللي بتقول لك الفلاحين، يا ريت تعرف تعيش في الفلاحين، يا ريت ربنا يعينك وتقدر تعيش في الفلاحين. اللي عنده فدان ارض زي ده يعني مليونير اهو. ادي عيشتهم وادي المنظر بتاعهم. تفتح بيتك بسم الله ما شاء الله، البيت يعني تفتح، تخيل انت تفتح الصبح كده البلكونه بتاعت البيت تشوف المنظر ده. والله تسوى كام دي؟ تسوى كام دي؟ ولا دوشه ولا عربيات ولا تكاتك ولا عراكي، ولا ده تعارك ولا ده شتم ولا ده عمل. وممنوع هنا بقى حاجه اسمها ايه، ممنوع منعا باتا، ده بنت فلان اتعكست ولا ده عاكس، لا 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 لا، ده هنا العالم محترم. لا وفي حاجه كمان، تعالى بقى كمان يعني ايه هوريك حاجه كويسه. التراب يعني ايه الدنيا واخره اهي. بص التراب يعني تدفن ابوك وتبقى قاعد جنبه يعني اهو. يعني ممكن ايه ابوك مدفون هنا على الناحيه اللي هناك ده تسلم عليه، يا حاج عامل ايه الصبح وعامل ايه اخر النهار اهو. مش تروح بقى تبقى انت قاعد في مكان ودافن ابوك تركب له 3 مواصلات على ما توصل له، لا ابوك اهو، ابوك على قصادك اهو. يعني اي حد عزيز عليك مات، قصدي في الكلام انا بهزر يعني، بس ايه اي حد عزيز عليك مات بتلاقيه جنبك، تقرا له الفاتحه وتدعي له وتسلم عليه وتروح تقعد معاه وتشتكي له. لو مراتك زعلتك ولا حاجه تروح تشتكي له وهو جنبك. يعني كل حاجه، الاكل عندهم مربيين الطير والفراخ والحمام عندهم، وبعد كده التراب عندهم، وبعد كده ايه البهايم موجوده، والارض تبقى مزروعه خضار وفاكهه، واللي زارع برسيم واللي زارع غله. انا بس بوريك الدنيا هنا ماشيه ازاي. بص يعني الواحد والله العظيم يبقى قاعد هنا مش عايز يروح الهواء، هيطير الواحد من فوق السطح. بص وانت هنا في الدور الخامس يعني كأنك عندك ناطحه سحاب. بالنسبه للارياف اللي باني 5 ادوار ده ناطحه سحاب كده. بص الجو بسم الله ما شاء الله نقي، ريحه هوا 100 راكن عربيتك ولا في دماغ. بص العربيه ممكن تقعد سايبها هنا 6 سنين ما حدش يجي يمها، ولا بقى البطاريه اتسرقت ولا الكاوتش اتسرق ولا حاجه. والله الواحد ما بيذمش في المدينه يعني، بس المدن الفتره الاخيره دي بوظت الدنيا خالص. يعني ايه واحد صاحبي كان راكن عربيته والله نزل ما لقاش فرده العجله، العربيه مرفوعه على طوبه والعجله مسروقه. هنا بص العربيات راكنه ولا الهوا، وتفتح الصبح كده تقعد هنا تبص على المنظر العام وتبص على الشكل وتبص على الناس، ترتاح نفسيا. دي نعمه من رعم ربنا على الارياف وعلى الفلاحين. يعني اخواتنا الصعايده واخواتنا الفلاحين بسم الله ما شاء الله عايشين عيشه
يعني عيشه محترمه. بص يعني انا لو جبت حد من اصحابي من المدينه جيت قعدته هنا، والله انا متاكد ان هو مش هيروح، يعني مش هيرضى يروح. عاجبك تفتح كده، بص المنظر، بسم الله ما شاء الله. وايه بقى يعني، هات على طول ايدك كده البلد اهي، هات كده بتصوير بالموبايل بالراحه خالص. بص اهي هيجي يلف معاك، يعني داخل على 300 درجه اهو، 300 درجه بس تلف معاك الاراضي والزراعه والجو. بص ادي اول ناحيه البلد من الناحيه التانيه، كل دي ارض زراعيه وواجهه انت بتفتحها اهي. بص يا معلمي، ولا سامع صوت ولا دوشه ولا وجع دماغ. يعني انا بنصح اي حد زي حالاتي كده عبيط يجي يقعد هنا. بص بسم الله ما شاء الله. بص الناس، والله العظيم الواحد الواحد ما بيبقاش عايز يمشي من هنا، يعني الواحد بسم الله ما شاء الله والله ما بيبقاش عايز يمشي من هنا، ولكن يعني ظروف الشغل بقى واكل العيش بتبقى مخليه الواحد يعني ايه غصب عنه. ولكن الحياة هي يعني جولة بسيطة كده في محافظة البحيرة. كان معكم طاهر غاوي حمام. لو عجبك الفيديو ارزع لايك، ولو دوست كذا لايك تعالى اقعد معايا، اقعدك هنا، اجيب لك هنا زيارة اسبوع يا ابني. والله العظيم لو جيت كلت لك شوية فطير هنا وكلت لك بطة ووزة هترجع 20 سنة لورا. ان عجبك الفيديو دوس لايك وحاول تشترك في القناة، حاول اجيب لك شوية حاجات حلوة. اخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمة الله.